مغرب اسبانيا والبرتغال 2030 تصريحات تخص مونديال 2030 من خوان لابورتا. اش قال خوان لابورتا؟ نعرف انه كامب نو يخضع الى اشغال حله جديده لملعب الكامب نو بعد تقريبا عامين او اقل شويه. البرنابيو تقريبا حاضر ملعب ريال مدريد، منافسه حتى في الملاعب بين الريال والبارسا. سمعنا رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز قال انه برنابيو هو الاحق باستضافه نهائي المونديال 2030. لابورتا قال ان شاء الله الفينال اللي تلعب في الكامب نو، لكن باش نلقاو منافسه من البرنابيو، يعرف قيمه المنافسه. المشكل هذا، الاشكال هذا يا شاكري، نجم يخدم المغرب. ممكن هي المغرب اللي تستضيف نهائي المونديال، خاصه انه فما بعض المسؤولين المغاربه هكا تسريبات يقولوا انه النهائي باش يكون في المغرب. هو لحد الان حتى نعطيو الانفورماسيون صحيحه مازال ما حتى واحد معناتها ما يعرف قرار الدور النهائي نتاع كاس العالم 2030 وين باش يصير. وانت تعرف معناتها بور لا بروميير فوا مين معناتها في 3 قارات و6 دول، اول مره تصير كاس عالم تنظيمها في 3 قارات و6 دول بما فيها المغرب واسبانيا. بالنسبه للصراع الخفي هذايا ما هو معناتها تسلسل نتاع صراعات بين الكاتالون في اسبانيا ومعناتها جماعه خاصه مدريد فهمت. اليوم معناتها حتى اخوان لابورتا كي يتكلم يقول لك راهو طاقه الاستيعاب نتاع ملعب الكامب نو تنجم تكون اكثر برشا من طاقه الاستيعاب نتاع البرنابيو. دونك فينالمون عندنا الحق، ولو انه يقول انه دخل فيها السياسه من توا من اجل حشد على الاقل الشارع الكتالوني معاه. يقول لك فينالمون احنا نعرفوا اللي صوتنا مش باش يوصل للفيفا باعتبار انه نحن ما عندناش، يعتبروا اقليه غادي وما عندهمش الحكم الذاتي، وبالتالي باش يكون الاتجاه اذا كان باش يصير في اسبانيا الدور النهائي باش يكون موجود في المغرب. اجابه على في البرنابيو، اجابه على سؤالك، المغرب تسعى بكل الطرق لتنظيم نهائي كاس العالم، لانه فينالمون بكل صراحه اذا ما تنظمش المباراه الافتتاحيه وما تنظمش الدور النهائي فينالمون معناتها شنو قيمه تنظيمك لكاس عالم؟ هو الحقيقه انت شكون اكثر عنده قيمه تشوف النهائي ولا الافتتاح؟ الحقيقه نهائي مهم برشا يعني الحقيقه بكل صراحه. الافتتاح صحيح مهم وفما سيريموني نتاع لوفيرتور وغيره، ولكن الفينال بالقيمه نتاعو لانه دور معناتها الدور الاول مهما كانت قيمه المقابلات عمناول شكون فينا ينجم ينسى الفينال حتى لوفيرتور لا معاك حتى الافتتاح شاكر. معناتها انا كان تخيرني مثلا تقول مورغان فريمان بين نسالك سؤال انت جورناليست عندك دو شوا، يا تعمل تغطيه للدور لا المقابله الافتتاحيه ولا الدور النهائي، ايش تعمل؟ ما هو ماذا بيا الزوز، لكن النهائي في قنوات العالم الكل يتعاركوا على الفينال، لي كونسلتون لي كرونيكور معناتها هذا واضح. معناتها الفينال الحقيقه الشارع نتاع الفينال يمكن ما عنده حتى مقارنه باي مقابله اخرى في كاس العالم مهما كانت معناتها المستويات. نجم يكون معناتها الزوز فرق اللي يلعبوا فينال ما همش اسماء كبيره على مستوى اللعبه، ولكن بكل صراحه الفينال وحده معناتها بكل صراحه بجميع قطر باش يبقى في الذاكره الحقيقه. معناها الناس الكل قاعده تحكي برشا على سواء لوفيرتور ولا الفينال. باهي في متابعه لاخبار كاس العالم باش نعطيك خبر يخص النقل الجوي في المغرب. محمد، اقتناء 200 طائرة لتحويل الناقل المغربية إلى ناقل جوي عالمي مع توسعة مطار الدار البيضاء ليصبح أكبر مطار في أفريقيا. هكذا يستعد المغرب لكأس العالم 2030 في مجال النقل الجوي. ذي من أبرز المشاريع اللي باش تخدم كأس العالم مونديال قطر، مونديال المغرب، إسبانيا والبرتغال 2030. والله تو شوف أمين، أنا تويك المغرب مثلا حضرت روحها وبتكلفة انفاق كبيره برشا وكذا، وكيما قال تويك انا اثرت نقطه تو مثلا شاكر كيفاش انا تويك التكلفه هذه والانفاق هذه والتحضيرات هذه الكبيره وكذا، وكيفاش انا لا عندي لا نمشي نحضر ليفرتور لا نلعب فينال. يعني تو انت تحكي على تكلفه كبيره ياسر وطيارات ووتله لازم وراها حاجه وتيرانات بحث الوتله. والله شوف، ومدينه قابله لكل شيء، مدينه يعني حتى المدن نتاعها مدن سياحيه من الطراز العالي يعني، وكل شيء والتراديسيون تاع المروك يعني تستقبل السياح وكذا. يا اخي مش اكثر من اسبانيا بكل سنه صراحه اكثر من البرتغال معناتها نحكيو اكثر من البرتغال. احنا ما قلناش ما حكيناش على الفينال في البرتغال، حكينا الفينال نورمالمون بروبابلمون فما صراع بين معناتها مدريد وبرشلونه
الكامب نو والبرنابيو والا المغرب. يعني ما دام فما اشتراك في الحكايه لازم تعطيني انا تاش نتاعي يلزمني نعملها. ما فما نقطه اخرى محمد، لانه اسبانيا نظمت عام 1982 ونظمت وحدها، دونك من العادل انه المغرب يكون البلد اللي يستضيف الدور النهائي وعندها الامكانيات وجاهزه يعني وبالعكس يعني حتى اعلاميا تكون اقوى المغرب من اسبانيا، لانه اعلاميا عندها تو الكوتي تويك العالم العربي العالم العربي ولا تويك. عندي نقطة أخرى مين تسمح علاش يمكن أنا معناتها تصوري من خلال بعض ربما الأخبار وقاعدين نقراو تصوري إنه الفينال باش يكون في إسبانيا. علاش؟ لأنه 2022 كانت كأس العالم في قطر. 2030 باش تكون في المغرب، و2034 الفينال في السعوديه برشا، باش يكون فما ضغط كبير برشا على الاتحاد الدولي من اجل على الاقل اني نعطي البلدان العربيه تنظيم، ولكن دور نهائي اذا ممكن باش يكون خارج دوله عربيه فستسعى كل الدول الاوروبيه. دور نهائي تلعب في الاوروبا وفي الامريكا يا اخي الايام القادمه والاسابيع القادمه ستكشف لنا كل هذه المعلومات فيما يخص مونديال المغرب اسبانيا والبرتغال 2030.